ازيك يا ماجد، اخبارك ايه؟ اهلا يا رامي. كله تمام. ازيك؟ انا كويس. ماجد، احنا ليه متهمين كرجاله ان 75% من النرجسيين رجاله؟ واو، ده سؤال صعب قوي. اوكي، طبعا يعني انا يعني ما اقدرش ادافع قوي عن النسبه دي لانه شكلها حقيقه. however يعني في الغالب عايز ابص للموضوع اكتر. وايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما يبقى كل واحد بيحب نفسه؟ نرجسية كلمة جاية من نارسيسز. ده كان محارب إغريقي من الأساطير بتاعت الإغريق. اكتشف وشه وهو ماشي كده، لقى شوية مية صافين، فبص في المية لقى وشه فأعجب بنفسه لحد ما مات. فساب بقى حياته ودنيته وشغله وكل حاجة وفضل معجب كده. ازاي انا حلو كده، ازاي تقطيعي مظبوطة قوي كده، ازاي مش عارف ايه، لغاية لما فضل على البركة دي لغاية لما مات. ومن هنا جت الكلمة بتاعة النرجسية او نارسيسيزم، انها بتوصف الشخص اللي معجب بنفسه وامكانياته وقدراته واحيانا شكله الخارجي ولبسه ومستوى ذكائه. طب ايه العيب في ده يا ماجد؟ ما هو انا كراجل او كقائد او كحد كده المفروض ياخد ويأثر وياخد دور جامد. لازم احس بنفسي كده الاول عشان اقدر اأثر جامد شويه في الناس، عشان حتى ابقى حقيقي ومبقاش فيك. انا موافقك جدا. طب وبالنسبه للناس ايه رأيك فيهم؟ نعمل فيهم ايه؟ يعني ممكن نعتبرهم درجه ثانيه شويه احيانا. ده اول تحدي كبير مع النرجسي، لانه انا ما عنديش مشكله انك تبقى يعني شايف امكانياتك وقدراتك وبتكمل انك تنميها وتكبرها، بس انا عندي مشكله في رؤيته انه الناس اشياء بتخدم الغرض بتاعي. يعني انا ما عنديش مشكله وانا بوعي او بدون وعي استخدمك، واستخدمك هنا اقصدها to use you، يعني اشيئك، اخليك شيء، واستخدمك علشان انا اتبسط او علشان انا اوصل لحته انا نفسي اوصل لها. فطول ما انت نرجسيتك جواك ماشي عم، يعني انت حر في نفسك، اعمل اللي انت عايزه، لو هتأثر عليا. لكن القصه مش في كده. القصه انه النرجسي ده عايز يتجوز في وقت، وعقبال ما اتجوز يعني اقصد اقول عايز اتبسط رومانسيا، يعني عايز اعيش رومانس، عايز اعيش علاقه عاطفيه اتبسط انا فيها بغض النظر عن الطرف الثاني هيحصل فيه ايه. عايز في الشغل ابقى مقدر جدا، يبقى طول الوقت التقدير والمدح والثناء جاي لي. طب ماذا لو جه لرامي في وقت من الاوقات؟ هتوتر جدا وممكن انسحب لو لقيت انه انا في مكان وجودي فيه مش متشاف. وعارف السبوت الجميل اللي انتوا عاملينه لي على وشي ده، السبوت ده بقى لو ممشيش معايا طول السكة في اي حتة انا رايح، لا ما انا اسف مش لاعب. طب اعرف منين يا ماجد انه ده وصل لدرجة اضطراب؟ اوكي، بص الموضوع محير. يعني انا قعدت ادور في الموضوع، لقيت ايه؟ انه في معظم الاوقات الشخص النرجسي مش بيبقى عارف انه انا عندي اضطراب ومحتاج مساعده، لانه غالبا لو عارف هيحل الموضوع ده. ودي واحده من صعوبات الديس اوردر ده او الاعتلال ده او اللخبطه. مستحيل يقتنع. مش مستحيل، بس هو صعب. لانه هو بيشوف زي ما انت قلت في البدايه كده، انه انا يا جماعه كفايه بقى دعوات انكار الذات ودعوات مسح الذات وكده. لا، احنا عايزين نشوف نفسنا وانا جامد وكده. بس احنا ممكن نلاحظ شويه حاجات تساعدنا، يعني تساعد الشخص انه يقدر كانه يعمل اسسمنت كده او يعمل تقييم. قول لي بقى، لان انا عمال يجي في دماغي ناس باسامي كده، فعايز اعرف بجد فين اقدر اقيس ده اضطراب ولا ده شخص عادي حاسب نفسه شويه واثق من نفسه بزياده. اوكي، عايز بس الاول قبل ما اقول شويه المؤشرات دي، عايز يعني ايه لألا يتفهم برضو ان انا من انصار الماسوخية او انك تجلد ذاتك طول الوقت او انك تختفي. احيانا في الوسط الناس اللي يعني اللي ليها علاقة بربنا وبيقولوا كده ايوه وانت واضع، وانك مثلا تقبل وضع سيء جدا، انك ما تطالبش بحقوقك، انك تقبل انك تتظلم طول الوقت، انك ما تتكلمش عن قدراتك، انك لما مثلا حد اقول لك يا رامي على فكرة انت انترفيور جامد،
لا يا ماجد انا بحب اقل تسقيف، واحد. انا اقل واحد فيكم. فانا مش مع ده برضو يعني. انا مش رايح لده، لانه يعني اقول لك على حاجه، الاتنين الجذور بتاعتهم واحده. يعني اللي هو عارف، اتعلمنا زمان واحنا صغيرين انه في نوعين من الكبرياء. في كبرياء الفيل، واضح ده كبرياء الفيل بتاع ان انا الجامد اللي ما حصلتش الفظيع المريع كده. وفي كبرياء النمله. لا حكي لي بقى عن كبرياء النمله. كبرياء النمله اللي بتقول انا ما استاهلش حاجه خالص، انا اصغر واحده فيكم، انا يعني انا ما جيتش، انا خبوني بس جنب الحيطه كده وانا هبقى تمام. فاحنا نمدحها اكتر. هما الاثنين الاصل بتاعهم كبرياء. احنا الاثنين مش قابلين، مش عايزين نشوف قيمه نفسنا زي ما هي. فواحد بيشوفها كبيره قوي 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 واضحه، واحد ما بيشوفهاش خالص. فانا مش مع، يعني مش بدعيك لو انت شخص نرجسي او فيك الفيل، مش بدعيك انك تبقى تروح للنمله خالص. فانا عايز يبقى عندنا ما يسمى بالنظره الصحيه للذات. النظره الصحيه للذات، عشان انا اشوف عايز عندي شويه مؤشرات كده تقول ايه الاخبار. لغايه فين عند حضرتك استعداد انك تبقى بتعمل حاجه صح انت مقتنع بيها بس محدش شايفها. لو عندك تحديات كبيره انه ما تقدرش تقعد تعمل حاجه محدش معليهاش اضواء، فكر ليه. دي واحدة من الحاجات. دي أول مؤشر أهو. ده أول مؤشر. في مؤشر تاني، بتحس بإيه لما الآخرين ينجحوا؟ أفرح لهم. هاي المفروض يعني هاي. لو بتشعر بتهديد وإني أتوتر. عارف أنه أنا بشتغل في الكوتشنج، يعني بسمع ناس وكده. في حاجة كده مشهورة قوي في السمع، بنسميه بيخطف منك الحديدة. مجرد ما تيجي انت تتكلم عن نفسك يروح معلي صوته وداخل كده عندي حاجة. عندي حاجة. او مثلا تقولي انا عندي مشاكل في الشغل. هو انت المشاكل اللي عندك دي مشاكل، احكي لك انا. يقوم يقف ويطلع في النص كده. فواحدة من الحاجات اللي تقول لي مؤشرات برضو، تقول لي لغاية فين انا شايف نفسي بشكل صحيح ولا لا. لغاية فين انا قابل اسمع الناس، انه حد غيري ياخد في رأي مختلف، ياخد المايك ويتكلم. لغاية فين أنا عندي استعداد أسكت عشان أسمع نجاحات أو ألم، حكايات مش أنا النجم، مش أنا المركز بتاعها. واحدة تالتة برضو من المؤشرات الملحوظة جدا جدا، لغاية فين عندك استعداد تأجل حاجة أنت عايز تروحها عشان حد تاني. يعني ما أنا عندي أبويا وأمي، أصحابي، إخواتي، مراتي، خطيبتي، عندهم أهداف وكده. لغاية فين أنا عندي استعداد أقول أأجل أنا حقي قصاد أولوية تانية. بالظبط. في الغالب لو أنا نرجسي مش هبقى قادر أعمل كده إطلاقا. عشان كده لو انت تعرف حد من الناس دول او في اسامي، انا بقول يعني فكر كويس قوي قبل ما تتجوز، لانه الجواز فيه دايما هتحتاج درجة تانية، هتحتاج تحط حد قبلك، اولويات قبلك. فعشان كده الموضوع بيبقى تشالنجينج وصعب قوي قوي قوي. علشان كده في كاتبة مشهورة قوي اسمها أصفهاني، عمل كتاب مشهور اسمه البحث عن المعنى. بتجاوب على السؤال بتاعت ليه، يعني ايه اللي يحصل عشان اعيش حياة ليها معنى وكده. فهي بتقول 4 حاجات، مش موضوعنا، بس انا عايز اقف عند الحاجة رقم 3. هي بتقول 3 دي اسمها ترانسندنس. يعني ايه ترانسندنس؟ يعني اقتناعك التام انه في حد اعلى منك واكبر منك في الحياة، انت مش رقم 1. بالمناسبة الكاتبة دي مش كاتبة، يعني مش كاتبة مسيحية أو مش كاتبة كتاب ديني، مش متدينة، لكن كاتبة كتاب سيكولر عادي لكل الناس. وبتقول إنه واحدة من الحاجات إنك تعيش حياة صحية ذات معنى، إنك تبقى مقتنع تماما بالفكرة دي، إن في ناس سابقاك، في ناس تستحق، في حد أعلى منك، في حد أكبر منك، وإن أنت مش المركز بتاع الكون. أنا كنرجسي زي ما عمل نارسيسيزم شايف نفسي مركز الكون. طول ما الموضوع ده أذيك أنت بس، الموضوع لو أنت أذيك بس أنت، يعني أنا أبقى نفسي أساعدك بس أوكي، يعني ده اختياراتك. مشكلة إنه بيلمس مع ناس تانية، بالذات في الشغل، بالذات في ارتباطي. طيب أتعامل إزاي بقى مع الشخص ده؟ واو، ده سؤال قوي قوي يا رامي. يعني من وجهة نظري في أوقات طويلة المحيطين بالنرجسي من غير ما يقصدوا بيساعدوه إنه يكمل يلعب الدور ده. لا اشرح لي أكتر بقى النقطة دي، لأن تخض شوية. أوكي. إزاي أنا ممكن أكون بساهم في ده؟ يعني مثلا لو أنا متدلع شوية زيادة في البيت،
فانا بروح اقول لماما وانا عندي 25 سنه حلو كده، اقول لها ماما اعملي لي الاكل عشان انا جعان، وبعد ما اكل شيلي لي الاكل وحطي لي الاكل. وبعدين لما ماما حد يقول لها يعني ابنك كبر سيبيه يعتمد على نفسه، فهي تقول لا حبيبي اصله لا ما بيعرفش اصله. أيوة. وانا عايش عشان ادلعه، دي حاجه كويسه. فمن غير الكلام الجميل ده، الكلام الجميل بيعزز الفكره دي، بيعزز انه انا المركز، انا مركز الكون. انا امي ما كانتش بتشتغل، وبحكم انها موجوده في البيت طول الوقت، فانا قعدنا وقت طويل جدا، وقت طويل هي بتعمل معانا كده، كل طلباتنا مجابه، كل الحاجات اللي احنا عايزينها مجابه. فانا فاكر قوي في وقت كنت برجع الاقيها جايه من عند الدكتور، متسنده كده جايه من عند الدكتور، حبيبتي يا ماما سلامتك، فتقول لي جايت مع تعبت ومش عارف ايه، الف سلامه، طب حضري لنا العشاء بقى. مفيش قلب ده، ايه ده؟ مش احساس ابدا. انا لما بفتكر بقى المواقف دي دلوقتي بقول ازاي الجحود اللي الواحد كان فيه. بس اكتشفت انه جزء منه انه هي اللي ساعدتني اعمل كده، انها ما جابتش في سيره انه طب نعتمد على نفسنا، طب نساعد بعض. انا دلوقتي مش قادره، طب بالزبط. المبدأ ده مش موجود، ما كانش موجود في حكم انها انا وماما وانا بحبهم وعايزاهم يبقوا مرتاحين وكده. فمثلا دي واحده من الحاجات اللي بتساعد النرجسي انه يكمل يعمل كده. واحده تانية المفهوم المعكوس، انه التدين يقول ان انت ما تطالبش بحقوقك. فمثلا انا اخد حته من حقك، فانت تقول ايه معلش اصل دي هي المحبه. ففي كوت مشهوره قوي بحبها جدا، اللي انت فاكره قلب كبير ده مش قلب كبير ولا حاجه، دي حدود مش موجوده. يعني اوقات كتيره احنا بنعمل حاجات بنفتكرها طالعه من ان انا قلبي كبير وبحب الناس، بس لو انت دققت فيها مش هتلاقيها ليها علاقه بالمحبه خالص. انا ما حطيتش حدود، فسمحت للناس ان هي تيجي يعني تقتحم خصوصيتي وحقي. بارع في اني اكبر التريتوري، المنطقه اللي انا على الناس، على الناس. فانا بارع اني اخد منك واخد من حقك واخد من حقوقك. فمثلا من غير ما تقصد، من غير ما نقول كده بصوت عالي، توصل لك رسالة مني من غير مش مباشر، ده حقي، انه حقوقي اهم من حقوقك، وانا بأقر ده وبساعدك في ده. بانك بتعمل ايه؟ بانك بتفتكر انه دي محبة، او انه مشاعري اهم من مشاعرك. طب معلش عشان بس الموضوع ده موترني شوية، لان ده بيحصل في الشغل، وبيحصل كتير في الجواز، وبيحصل كتير مع يعني اي حد انا بحبه قوي، بحس انه يلا مش مشكلة، يعني حبيبي اللي بينا اكبر، العلاقة اهم وبتاع. طيب الشعرة اللي تقيس انه لا، هنا اللي محتاج اقف باسيرتيفنس وحزم وكده، وطالب واقول واني احب للاخر وابذل نفسي كراجل لانه برضو المجتمع بيبريز ده، بيمدح طبعا قوي ده طبعا. فالموضوع مغري برضو، كسبان. انا هيتعمل لي حساب لو انا طول الوقت بوصل رسالة انه حقوقي اهم من حقوقك، وانه مشاعري اهم من مشاعرك، وانه افكاري وارائي اهم من ارائك، فانا دايما في الكفة الكسبانة، فهيتعمل لي حساب. فده دايما بيبقى ليه نصيب اجمد طبعا. وده اللي بيخليني دي المكافأة اللي انتوا بتديوها لي، اللي بتخليني اكمل ابقى كده. طيب ماجد، انا حبيت النرجسي بجد. يعني انا مشكلتي دلوقتي انا حبيت النرجسي لانه جامد وبيتمتع بحقوق خطيرة وبياخد نصيب خطير. ايه المشاكل بقى؟ ايه السلبيات ان انا اكون عايش نرجسي؟ عشان برضو انا اتوقع ان الناس اللي بتسمعنا يحسوا انه ايه ده انا عايز اتعلم ابقى نرجسي، لانه ده شارع كده جامد. طيب مبدئيا يعني نرجع للكاتبة أصفهاني، بتقول انه الحياة اللي ليها معنى مش هتوصل لها طول ما حضرتك حاطط نفسك في المركز، ويمكن دي بعيدة، فمش هيوصل لي الاكتفاء والفولفيلمنت ده، ان انا طول الوقت انا بنايم بالليل عندي قائمة من الأعداء بزود عليهم أسماء. الناس اللي انا اخدت حقهم، او الناس اللي انا استغلتهم، او الناس اللي استخدمتهم كأشياء. فانا كأشياء. فانا بقول ايه؟ رامي هيكتشف
ان انا لما كلمته النهارده كلمته بس عشان خاطر انا كنت عايزه في مصلحه، لكن بعد كده فاكيد هيبقى يزعل فهيرد. فانا عندي دايما طول الوقت قائمه لسه اعداء بتزيد وبتخليني مش قادر استمتع بالنفسي الكبيره دي. ليه؟ لان انا عمال اتوقع وبفكر هو الناس هتنتقم مني ازاي. فده insecurities مش طبيعيه، وده يخليني اعمل يا رامي، يخليني اكمل احاول اكبر نفسي اكتر عشان أأمن نفسي. فانا عايز اتيك مور، انا عايز اكنترول مور، انا عايز اتحكم اكتر، انا عايز اخد اكتر، انا عايز ابقى انا اللي في المركز اكتر، امكانيات اكتر، بدور ايه اللي يديني باور اكتر، ايه اللي يديني سلطه اكتر، ايه اللي يديني، عشان افضل بحامي نفسي، حامي الشكل الجميل الكبير ده من انه تيجي حاجه كمان. الجامد قوي ده هل بيقدر يتعامل مع ضغوط الحياه او الاخفاقات او الحاجات اللي بتحصل معانا كلنا بما اننا عايشين في الارض دي؟ لا غالبا هيكتئب وينسحب، وبعدين صلابه نفسيه صفر. اقول لنفسي جمل غريبه قوي، فتلاقي مثلا حد يقول لك ايه، انا مش عارف ليه بيحصل معايا كده. فمثلا يجي لي حد يقول لي كده، انا مش عارف، انا سبت الشغل مشوني، انا مش عارف ليه بيحصل معايا كده. برد رد يعني سخيف شويه، اسمح لي اقول يا رامي في البودكاست، وممكن اعرف ليه ما يحصلش معاك انت كده. ليه حضرتك مستثني؟ يعني ممكن اعرف يعني ليه طالب من الكون انه يستثني حضرتك من موقف انك تتظلم في الشغل، او انه الشركه اللي انت بتشتغل فيها تقفل او تعمل. فطبعا انت كده فسيت البالونه. لا يعني انا مش متخيل، عايز ابقى في حته جامده قوي، عاليه قوي، منفرده قوي، بس ما عنديش اي اسباب واقعيه منطقيه ملموسه تخليني ليه ابقى هنا. فانا متخيل مثلا ان لما ادخل المرور الطابور يوسع كده عشان انا اروح اعمل شغلي الاول. ممكن اسال انت جايب منين ده؟ لا هو انا كده، انا حاسس من جوايا اني استاهل اتحط في المكانه دي، انا حاسس من جوايا اني استاهل اتجوز احلى بنت في الدنيا، اركب احلى عربيه في الدنيا، اشتغل احلى شغلانه في الدنيا، يبقى معايا احلى بيت في الدنيا. طب ممكن اعرف ايه اللي انت بتعمله بقى في المقابل علشان توصل للاهداف الجميله النبيله دي؟ ما بعملش حاجه. طب انا مش قادر اقفل الحلقه، مع اني لازم اقفل الحلقه، بس انا نفسي نطلع. جه سؤال في دماغي خطير، ماذا لو بنت بتعامل معاها كده داخلين على ارتباط؟ اعرف منين؟ وحذر الرجاله اللي بيسمعوني دلوقتي، اهرب، لف وارجع تاني، هنا في مؤشرات هتسود عيشتك وحياتك، لان هيبقى في demandingness وتطلب مش طبيعي. ادي انت قلت يا رامي حاجه، انه انا هيبقى عندي طول الوقت مطالبات. اللي انت بتقوله ده مفتاحي. في فرق ما بين طلب ومطالبه. طلب ريكوست ومطالبه ديماند، في فرق بينهم. الريكوست لو قلت لك لو سمحت يا رامي ممكن تجيب لي الكوبايه دي، ممكن تقول لي اوكي، وممكن تقول لي لا ماجد مش هقدر. لو انا بريكوست بطلب مش هزعل، عندك حق تقبل وعندك حق ترفض. انا متوقع انك تجيب لي كوبايه بس انت رفضت، مش خلاص مشكله. لكن لو انا بطالبك ديماند، على الله ترفض، هسود عيشتك. لو انا نرجسي انا مش بطلب، لان انا زي ما قلت لك انا جوايا اشعر اني عندي الحق، عندي الحاجه اللي تخليني اطالب الناس انها تعمل اللي انا عايزه. عشان كده لما حد بيقول لي لا بتجنن، لانه it's not a request، ده مش مجرد طلب، دي مطالبه. فمثلا اقول لك عايزه نعمل الحاجه الفلانيه، الحاجه اللي ممكن تكون تقدر تعملها او ما تقدرش تعملها، فلو قلت لي لا انا اسف انا مش هقدر اعملها، باظت الدنيا. لان انا من جوايا بطالبك، انا عندي الحق، مدي لنفسي الحق اني اطالبك بده. هو انت الطول اصلا انك تبقى معايا في حاجه وتقدم لي مش عارف، دي حاجه من الحاجات. الحاجه كمان ان انا مش شايف مشاعرك انا مش شايفها، انا شايف انا بس. فاحنا ممكن نكون في ديبيت او في مشكله وبنتكلم، انا مش شايفه خالص، انا بتكلم على انت جرحتني، انت ضايقتني، انا ما حسيتش، انا خلتني. طب الطرف التاني اللي موجود في العلاقه مش متشاف. البركه، الصوره اللي في الميه ما بتجيبش غير صورتي انا بس، وشي انا بس اللي باين، مفيش وشوش حد تاني خالص باينه حواليا.
شكرا يا ماجد. يعني بعد ما حبيته رجعنا للحتة الفير المرعبة من الشخصية دي. يعني أتمنى يبقى في شوية مؤشرات كده نورت في عينين الناس إنه احذر 1 2 3 ممكن يخضك لو انت في علاقة مع شخص ده. ازاي تقدر تهندله وتتعامل معاه وتطلعوا على قد ما تقدر انتوا الاتنين وين وين كسبانين. فأتمنى ان الحاجات دي تبقى عملية والناس تفتكرها. شكرا يا رامي، وكلنا نفتكرها. شكرا ده انك طبيعي. اديتني فرصه نتكلم في الموضوع ده. شكرا يا ماجد جدا. شكرا. يلا اشوفك في حلقات تانية. ان شاء الله. نورتنا. ميرسي.